السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. سعداء بلقياكم مرة أخرى في هذا الفيديو الجديد هذا، واللي غنطرقوا فيه لواحد الموضوع اللي طلبوه مني بزاف ديال المتتبعين باش نتكلموا عليه. بالنسبة لهذا الموضوع هذا راه بزاف ديال الناس تيطرقوا ليه، وهذه هي وقيتو. كما كتلاحظوا الموضوع اللي غنتكلموا عليه هو لا فينييت والجديد اللي كاين في سنة 2023. وصلوني بزاف ديال لي ميساج، الناس تيطلبوني نتكلم على هذا الموضوع. كاين الناس اللي عارفين الحيتيات ديالو، وكاين الناس اللي اول مره كتكون عندهم سياره او لا اول مره غادي يخلصوا لا فينيات. وكاينه بعض التساؤلات اللي غادي نحاولوا نطرقوا ليها في هذا الفيديو هذا. دونك بالنسبه للناس اللي اول مره تيشوفوا القناه، ما فيها باس ديروا ابوني، فعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا للمتابعين اللي متبعينا ومشجعينا في القناة من نهار بدينا. متابعينا الكرام، كما لاحظتوا في هذا الفيديو هذا غادي نتكلموا على الضريبة الخاصة بالسيارات واللي معروفة عموما بلا فينيات، وغنتكلموا على الجديد اللي كاين في هذه سنة 2023. بالنسبة للمتابعين اللي طرحوا بزاف ديال الأسئلة، غادي نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة ديالهم من خلال هذا الفيديو هذا، وغنعطيو التفاصيل. بالنسبة للسؤال الأول اللي توصلت به هو شحال الثمن ديال الضريبة اللي غنخلص على السيارة ديالي؟ والجواب هو كالتالي. بالنسبة للثمن ديال الضريبة على كل سيارة، تيخصنا نعرفوا المميزات ديال كل سيارة، لأن الثمن ديال الضريبة تيختلف من سيارة لسيارة. وكما تنعرفوا كلنا الاختلاف تيكمن في العدد ديال الخيل أو لا في النوع ديال الكاربيرون اللي كتستعمل السيارة، واش مازوت ولا إيسونس. بالنسبة للسيارات اللي عندهم أقل من 8 د الخيل، يعني من 7 لتحت، راه غنخلصوا 350 درهم على السيارات اللي كتستعمل ليسونس، ونخلصوا 700 درهم على السيارات اللي كتستعمل الغازوال المازوت. وبالنسبة للسيارات اللي عندهم ما بين 8 حتى ل 10 ديال الخيل، يعني 8 أو 9 أو 10، بالنسبة للسيارات ديال ليسونس تيخلصوا 650 درهم، وبالنسبة للسيارات ديال الغازوال تيخلصوا 1500 درهم. بالنسبة للعربات اللي عندها ما بين 11 حتى ل 14 ديال الأحصنة أو ديال الخيل، بالنسبة للسيارات ديال ليسونس تيخلصوا 3000 درهم، وبالنسبة للسيارات ديال الغازوال تيخلصوا 6000 درهم. بالنسبة للسيارات اللي العدد ديال الخيل ديالها تيفوت 15 ديال الأحصنة فما فوق، فالثمن ديال السيارات اللي تيستعملوا البنزين تيخلصوا 8000 درهم، والسيارات اللي تيستعملوا الغازوال راه تيخلصوا 20000 درهم. هنا كما كتلاحظوا كاين تفاوت بالنسبه للاثمنه ديال الضريبه او لا فينييت اللي هي خاصه بالسيارات. وكما قلت راه على حساب العدد ديال الاحصنه او الخيل، وعلى حساب النوع ديال الكاربيرون، واش غازوال واش بنزين. هذا بالنسبه للسؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني، تيسولوا المتابعين فوقاش ممكن نخلص هاد الضريبة وشنا هو آخر أجل. دونك بالنسبة للضريبة راه الناس تيخلصوها دابا، وآخر أجل هو نهار 31 جونفيي 2023. يعني هاد الشهر هذا اللي حنا فيه شهر واحد، راه آخر أجل هو راه الشهر، يعني 31 في هاد الشهر. ما خصناش نوصلوا حتى ل 12 د الليل. الا دخلنا في الشهر اللي من موراه نهار واحد في شهر جوج، غتولي عندنا واحد الوضعيه وحده اخرى. بالنسبه للسؤال الموالي، تيقول الا ما وجدوا لي شي الفلوس او لا تعذر عليا باش نخلص الضريبه في الاجال المحدده، اشنو هو اللي خاصني ندير من بعد ما يكونوا عندي الفلوس؟ بالنسبة إلا ما خلصتيش الضريبة في الوقت ديالها وفتي آخر أجل اللي هو 31 جونفيي،
إلا صبح عليك 1 فيفري، فهنا راك غادي تخلص الضريبة، زائد كاين واحد الغرامة اللي هي تتسمى الغرامة ديال التأخر، اللي القيمة ديالها 10% من الثمن ديال الضريبة اللي خاصك تخلص. يعني إلا كنتي غادي تخلص 700 درهم، تتزيد عليها 10% كتولي 770 درهم. يعني عندك هنايا غرامة ديال التأخر، زائد ضعيرة ديال 5% كزيادة على الشهر الأول من التأخير. بالنسبة للزيادة الأولى كاينة 10% غرامة ديال التأخير، وكاينة 5% كضعيرة على الشهر الأول. وإلا داز الشهر الأول وما خلصت شيء، كتبقى تزاد 0.5% عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي، مع حد أدنى قدره 100 درهم. يعني هنا من الأحسن نخلص الضريبة في الوقت باش نتفادى هاد الغرامات وهاد الزيادات وهاد الضعيرة هادي، وغادي نولي مخلص أكثر من الثمن الأصلي ديال الضريبة. هذا الشق الأول. بالنسبة للشق الثاني، هو منين كنتعطل على الخلاص، السيارة كتولي في واحد الوضعية غير قانونية، وتيتم عليها بصفة أوتوماتيكية تيتم عليها واحد الحجز في السيستم انفورماتيك ديال الوزارة ديال التجهيز، وكتولي ديك السيارة في واحد الوضعية غير قانونية. ومنين تنخلص راه تيخصني ضروري ما نمشي لدار الضريبة ونجيب رفع اليد، شهادة رفع اليد بأن خلصت، وما بقى تيتسالني حتى شي حاجة باش يتحيد ليا داك الحجز اللي كاين في السيستم. لأن إلا جينا مثلا نبيعو السيارة، راه تيكون تعرض على نقل الملكية، لأن الإنسان تعطل باش يخلص الضريبة. إذن باش ما نطيحوش شي في هاد المشاكل كاملة، ضروري الإنسان يخلص الضريبة ديالو في الوقت ديالها. هذا بالنسبة للأسئلة اللي توصلنا بها على حساب الضريبة. السؤال الموالي تيقول فين ممكن نخلص هاد لافينيات هادي؟ بالنسبة للخلاص كاينة عدة وسائل. ممكن تخلص في البنكة ديالك، ممكن تخلص في المكاتب ديال القرب، وممكن تخلص من لابليكاسيون في التليفون ديالك ديال الحساب البنكي. غير راه كاينه مصاريف، الا خلصتي في البنكه تتخلص واحد المصاريف، خلصتي في المكاتب القرب نفس المصاريف بحال البنكه، وإلا خلصتي مثلا في الشباك الاوتوماتيكي او من لابليكاسيون ديالك، راه كتخلص غير واحد الثمن رمزي اللي هو 5 دراهم و50 ديال السنتيم. كما كتشوفوا هنا هذه الشهاده ديال الضريبه الخاصه بالسياره ديالي، انا خلصتها في التطبيق ديال الحساب البنكي اللي عندي من التليفون، وخلصت مصاريف زياده ديال 5.5 ديال الدراهم. وكما كتشوفوا خلصت الضريبه في الوقت، ما كاين لا زياده لا والو. وبالنسبه لهاد الشهاده هذه اللي كتبان على الشاشه، من بعد ما تنقوموا بالاداء تنتسناو 48 ساعه وتندخلوا للموقع الالكتروني vignette.nema وتنتيليشارجيو هاد الشهاده هادي وتنطبعوها وكنحتفظوا بها، هي اللي كتبقى عندنا شهاده الاثبات باننا ادينا الثمن ديال الضريبه السنويه على السيارات. متابعينا الكرام، نتمنى من الله باش الفيديو ديال اليوم تكون كانت فيه افاده لكم. اللي شاف الفيديو وعجبو يدير ليه جيم ويبارطاجيه باش توصل المعلومه كاع للناس اللي تيقلبوا عليها. شكرا لكم والى اللقاء ان شاء الله.